فقلت أرد لك هذا الشيء واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. ننوع حلقاتنا طبعا. حلقة اليوم جميلة جدا، أنا أتمنى أنكم تتابعوها حتى الأخير. طبعا في برنامج شكرا مليون. هذا البرنامج جميل جدا. أحد الأخوة السعوديين الأوفياء، والكثير من الأخوة السعوديين الأوفياء لليمنيين صراحة، شخص يمني بيشتغل مع الدكتور سعود مصيبح، اليمني بيشتغل معه. طبعا هذا البرنامج شكرا مليون، هذا البرنامج مثلا هذا الشخص اللي بيشتغل معك أنت كسعودي، إذا كان سعودي أو يمني، أهم حاجة بيشتغل معك وهو في معك، وبترجع إليه وتستند إليه بعد الله سبحانه وتعالى، بتستدعيه وتعمل له مفاجأة وتكرمه ب150 ألف سعودي، تكريم ب150 ألف سعودي. طبعا هذا الشخص اللي أنت راح تكرمه هو بيكرم شخص آخر وقف معاه في حياته، يعني بياخذ له 100 ألف ويكرم الشخص الذي وقف معاه أيضا ب50 ألف. نتابع هذا المشهد. أول مشهد طبعا للدكتور هذا سعود مصيبح. من سيختار؟ نشوف من سيختار. إنسان يعني يمكن أعرفه معرفة قصيرة، يمكن 8 سنوات 9 سنوات، لكن يعني كان يعني في منتهى الأمانة وفي منتهى اللطف وفي منتهى التعاون. طبعا اختار يمني وقال عنك كلام طيب جدا. على مدى سنوات وعلى مدى منعطفات أنا مرت فيني في حياتي كان هو نعم السند ونعم الأخ، رغم أنه موظف. انتقل هو وأسرته من اليمن الشقيق إلى المملكة العربية السعودية، فعمل معي الحقيقة، ومن خلال العمل هذا بدأ نوع من العلاقة المستمرة.